تعالوا شوفوا معي اليوم شلون بدنا نعمل كيكة الجزر. ولحد الآن في ناس لما بتسمع جزر بتستغرب شلون جزر مع الكيك، بس بطلع عندكم كيكة ولا أطيب من هيك. رح نخفق أول شي 5 بيضات مع كوبين من السكر وظرف من الفانيليا البودرة أو ما يعادل معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مدة خفق البيض مع السكر لازم ما تكون أقل من 4-5 دقائق، يعني لحتى يتضاعف حجم المزيج ويصير لونه أبيض. بعدين رح نضيف 3/4 كوب زيت نباتي وكوب من الجوز المفروم فرم ناعم. إذا ما بتحبوا نكهة الجوز فيكم تطحنوه يصير بودرة. وبعدين رح نضيف 3 معالق كبار من الكاكاو البودرة، بدكم يا لونه أغمق وطعمة الشوكولا ظاهرة أكتر ضيفوا 5 معالق كبيرة، ومعلقة صغيرة من القرفة و3 أكواب من الجزر المبشور. عبيت كل كوب وضغطتهم بإيدي، يعني كمية الجزر ما رح تكون قليلة أبدا، وخلطتهم مع بعض كتير منيح. وبعدين ضفت كوبين من الطحين إذا كان منخول أفضل مع 10 جرام من البيكنج باودر. دائما بآخر مرحلة من الكيك بعد ما نضيف الطحين والبيكنج باودر يفضل إنه نخفق بإيدنا لحتى ما نطالع الهواء من الكيك. أنا صبيته بقالب التشيز كيك، دهنت القالب كله زبدة ورجعت حطيت بأرضية القالب ورقة زبدة لحتى يسهل علي وقت بدي أطالع الكيك. الفرن محمى مسبقا على حرارة 180 من فوق ومن تحت. الكيك أخذ تقريبا 35 دقيقة ل 40 دقيقة حسب الفرن. يفضل بأنه نعمل اختبار الاستواء بعود خشب. كيكة الجزر بتتقدم مثل ما هي طعمتها بتاخد العلم، ما بحاجة زينة أبدا، لكن أنا زينتها بصوص الشوكولا، يعني هذا اختياري. سيحت تقريبا 300 جرام من الشوكولا السادة على حمام بخاري، ضفت لها معلقة من الزيت لحتى تعطيني لمعة، وبعد ما دابت تماما ضفت لها علبة من القشطة وحركتهم مع بعض. صبيت صوص الشوكولا فوق الكيك، طبعا استخدمت الشبكة وتحت ورق زبدة لحتى الصوص إذا نزل ما أكبه أرجع أستخدمه مرة تانية. فينا نزينه بأي شيء أحمر، اللون الأحمر بيطلع كتير حلو مع الشوكولا. طبعا فيكم تحطوه بالبراد شوي وتقطعوه وتاكلوه بالهنا والعافية. كتير كيك طيب وكتير هش الجزر بيعطيه طراوة كتير حلوة. جربوه ما بتندموا أبدا، وإن شاء الله صحة وألف هنا يا رب.